فملاحظاتك انه الصحافه لم تلتزم بنشر الوقائع الحقيقيه. لا لا، ولا مخدرات ولا خمره ولا كلام من ده ولا الحاجات دي. ايه اللي يخلي الصحفي يفبرك معلومات؟ هو عايز يعمل فرشه، عايز يعمل جو. بنتين لوحديهم في منتجع غالي، شقه بكذا مليون ولا حاجه، راكبين عربيات ومش عارف ايه. طيب ايه يخيل اليه بقى ان يستكمل الشو ده بان هم يكونوا بيشربوا حاجات من ديت ويسلكوا. ايوه، يخيل اليه، لكن ذنب القارئ ايه وذنب الضحايا اصلا؟ ذنبهم إيه؟ ان الراجل بقى، الراجل بنته متقطعه مقتوله ومتشرحه، مش بيعيط على ان هم سبوا شرفها، مش بيتعيط على ان بنته اتقتلت. بيقول لك واول ما الطب الشرعي قال انها عذراء، البنت اللي ما اتجوزتش هيبقى متجوزه بقسيمه جواز شرعيه، اول ما قال له ان بنته عذراء انفرجت كربته. يعني بيدور على شرفه. يعني ده كل ده مين اللي ده بسبب الصحافه. مين اللي ايه اللي يدفع الصحافه؟ يجي بقى الصحفيين بقى اللي كتبوا هذا الكلام، ردوا على الاستاذ مكرم. قالوا له ايه؟ قالوا له احنا معلوماتنا مستقاه من الشرطه. طب الشرطه طلعت بعد كده في التلفزيون وفي البيت بيتك وبرامج اخرى وقالوا كلام عكس ده. وقالوا ما حصلش. انتهت الحقيقه بقى. من هنا بقول لك ان ده كارثه من الكوارث، انك انت الحق يضيع بالشكل. ايه الفرق بين الصحفي دلوقتي والصحفي زمان يعني؟ لا، الصحفي زمان ده احنا اتعلمنا بطلوع الروح. يعني يا خبر، اتعلمنا الصحافه بطلوع الروح. كان فكري اباظه الله يرحمه، هو اول واحد اللي اشتغلت معاه، وكنت لسه بقى محرره لسه تحت التمرين. ويمسك والاستاذ مرسي الشافعي الله يرحمه. الله يرحمه. والله واقسم بالله، وكان اخويا انور السادات رئيس جمهوريه، اقسم بالله كان يمسك الموضوع كده اللي انا عاملاه ده ويروح عامله كده اهو، يقطعهولي، مقطعه ورميه في سله المهملات. ويقول لي يا استاذه، انت يا استاذه اللي عايزه تعملي صحفيه. كان بيشخط فيكي كده؟ والمصحف وكتاب الله زي ما بقول. انت يا استاذه عايزه تعملي نفسك صحفيه، فيه ركن هام من الاركان مش موجود. طب ايه يا استاذ مرسي؟ ايه يا باشا؟ ايه كذا 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 كذا. طب ما تقطعش الشغل لان فيه معلومات وترميه. عيد الموضوع من اول وجديد. اتعلمنا كده، تتعلمي وتاخدي خبره اكتر. وتعلمنا نكتبه وبعدين يضحك في الاخر بعد ما يجي له بقى الموضوع مظبوط، يضحك يقول شوفي لما قعدت كتبته استجمعتيه ازاي واستوعبتيه ازاي وبقى احلى من الاول ازاي. هيديك الثقه. اتعلمنا يعني بصعوبه. مش دلوقتي كل العيال اللي طالعين عايز اول ما يشتغل اسمه يتحط وبتاع، من غير ما يتعب ولا من غير ما يروح ولا من غير ما يجي. بس شهاده لله في جيل جديد كويس جدا يتعلموا بقى المبادئ والاخلاق، وهم يعني من ناحيه الكفاءه كويسين. يعني مش في النهايه غالبيه الصحف اللي ارتكبت تجاوزات في حادثه مدينه 6 اكتوبر لا رؤساء تحرير، يعني رئيس تحرير دلوقتي ما بيحاسبش المحررين، ولا هو نوعيه الماده اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي هي اللي بتبيع دلوقتي، وبالتالي رئيس تحرير بقى بيطنش يعني؟ هي اللي بتبيع، وبعدين بقى بتبقى فيه لما بتبقى حاجه واحده بتدور انت البحث بيبقى عن ايه؟ عن الانفراد يا محمد، ما انت صحفي كبير وعارف. ربنا يخليك. الانفراد. ايوه بس الانفراد الحقيقي يا استاذه خلاص بقى انتهى كل حاجه، لقيت حته الانفراد دي خلاص. ايوه الفبركه مش انفراد. هم بقى قدام الرئيس التحرير المحرر جايب له معلومات مش هيشكك فيها، هيدور على الانفراد. هتقول ايه بقى؟ بس الحمد لله ان احنا تداركنا الموضوع ده، وعندنا نقيب قوي، نقيب صحفيين قوي، وهيعرف يعني يستعمل ادواته كويس ويعرف يواجه الموقف ده. تفتكري بدل ما كنا 40 واحد فينا، بدل ما الراجل لجأ للنقابه ومشكورا لجأ للنقابه، ما كان ودانا قدام المحاكم تاني وتتكرر بقى الحكايات بتاعه هشام طلعت مصطفى منع النشر يعني، منع النشر والمش عارف ايه،
وده خرق الكلام بتاع القاضي ونشر، وده مش عارف ايه كاتبه. يعني الصحفيين اللي بيجوا لنفسهم، بس حابين بيقولوا نفسهم طبعا، مفيش كلام. تفتكري لو عاد بيكي الزمن الى الوراء، وانت لسه شباب طبعا يعني، ربنا يديك الصحه. فين ده؟ اهو الله، ده كلام. لا يا سيدي ربنا يكبر بخاطرك، الله يخليك. تقولي ايه للجيل اللي طالع جديد، يعني لو هم لسه زمايلك وبتبتدي معاهم؟ هقول له التزم الصدق وطلع نفسك، طلع اي اهواء شخصيه بره الموضوع. يمكن مش اهواء شخصيه يا استاذه، ما تخليني الصدق. اكلمك بصراحه، مش اتفقنا على الصراحه ولا ايه؟ طبعا اتفقنا على الصراحه اكيد. طب دلوقتي دخول الصحفيين دي بتكفيهم؟ لجوء الصحفي الى العمل في اكثر من مكان، ما تديلوش مساحه انه يدرس اكتر او يتدرب بشكل اكتر، مضطر انه يعني ينتقل من مكان بيشتغلوا في حتتين او ثلاثه. طب ده كويس يعني ولا يعني إيه؟ ما هنرجع تاني للموضوع بتاعنا الاصلي، اللي هو ان الضائقه الاقتصاديه اللي موجوده هي السبب في كل ده يا محمد. اوعى تفتكر ان الفقير ده ولا اللي محروق انه مش هيقدر يجيب لاولاده حاجه وهو مروح هيقدر ينتج. انتوا زمان كنتوا بتاخدوا فلوس كتيره كصحفيين يعني؟ انا اول مبلغ، انا حكيت لك قبل كده، اول مبلغ خدته كان 25 جنيه. 25 ده على ايه؟ على سكوب اتباع ب5 6000 جنيه اللي هو بتاع الملكه فريده. خبر انفراد يعني، ما حصلش. مش انفراد، ده موضوع كبير. وقالت انا باخد كام، وقالت بتاع، وصورناها بترسم وصورناها في الجنيه. خدت عليه 25 جنيه. وهم باعوا وكالات الانباء اياميها على سنه 65 67 68 حاجات كده يعني، مش فاكره التاريخ. ما تقوليش تواريخ بقى وخلاص. من كام سنه لا انا بحب ان انا اقول الحقيقه، ما بحبش اصغر نفسي خالص. لان انا جده يا محمد، انا جده لا جده لا لا. جده الناس بتكلمي جد؟ جده الناس كبار يعني. لا والله بجد؟ اعتبر ده وعد يعني. فاللي حصل ان باعوه بكذا الف جنيه، وانا بقى خدت 25 جنيه. لا، رواتب الصحفيين ودخولهم في حاليا دلوقتي ولا تكفي اي حاجه خالص. ايامكم كانت بتكفي؟ ولا تكفي اي حاجه خالص. ما انا كنت ايامكم ما كانتش بتكفي ودلوقتي ما بتكفيش. انا ما كنتش انا اللي باعوا لي يا محمد، انا كان عبد الحليم. مش انت يعني، انا بتكلم على الصحفيين بشكل عام. اللي كان بيصرف. الله جوزي الله يرحمه عبد الحليم نويره هو اللي كان بيصرف على البيت وعلى العيال. انا بتكلم على الصحفيين كلهم، الجيل بتاعكم كان دخله ما يخلوش محتاج انه ينتقل للكتابه في اماكن اخرى او العمل في اماكن اخرى. اماكن اخرى لا. انا ما شفتش حد كان بيشتغل في دار الهلال معايا، ما انت عارف انا طول عمري في دار الهلال وفي نفس المكتب وفي نفس الكرسي وفي نفس كله. ما شفتش حد فيهم طلع يشتغل غير في السنوات الاخيره دي. لما طبعا بقت حكايه اللي بياخد 1000 وبياخد 1500 دول شحات، اذا كان الفراش بياخد مش عارف يعني تيجي تجيب حد يشتغل عندك في البيت يقول لك ايه 500 جنيه و600 جنيه دول اعمل بيهم ايه؟ ما يرضوش يجوا هم دول يجيبوا عيش حاف. ما يجوش. فالواحد يحافظ على كرامته ويسكت. هنعمل ايه؟ يعني ما كانش اللي بيشتغل عندي دول بقالهم 30 سنه معايا كان زمانهم سابوني ومشوا. بتتوهيني انت جامد، ارجعي للصحافه. مش شغلتي يا محمد، صحفيه. طب انا تهت بقى. هنرجع تاني نريح ونرجع تاني. ماشي هنرجع. ماشي. بتتوهي جامد، بتتوهيني جامد قوي يا حبيبي انت رجعيني، لما تتوهيني رجعيني. تحت امرك. حاضر.